ميراث. لانه شوف الحاجه الاولى نعطيك حاجه الاولى، المدرب تاع المنتخب الاردني هو مغربي. واش معناتها وليد؟ راح يشحن اللاعبين للاطاحه بالمنتخب الوطني، يشحنهم مليح هو يلعب هو مع الاردن يعني. انا واحد يشحنهم ماشي يربحوا، ما يشحنهمش امور اخرى. لا حيشحنهم بزياده مش فقط، لانه راك تعرف بلا ما نقول لك مثلا واش راح يقول لهم؟ واش راح يقول لهم؟ ما نقدرش نقول لك واش راح يقول لهم، لكن قلت لك انه هذا كي عندهم المنتخب الاردني راهو يدربوا مدرب مغربي. نظن انه الامور ما راحش. انا ما بغا يديني غير الاردن، عباك الاردن راح يصير لهم كيما كوريا الجنوبيه في 2014 ربحونا بلجيكا وحكمناهم شغل قمناهم. شريك الزعف كامل راح يخرج فيهم، مازا يهز بولبينا يقلب، مازا يهز بولبينا يقلب، يا ودي حبسوا زيد. ومانيش نستهزأ ولا راني نعطي لهم في حقهم. الحقيقه انه المنتخب الاردني هو افضل منتخب في الاردن وفقط، وانت كجزائري وجدت لي في الميجان عندك ديفيلي سمانه. ما بدي اكثر حكي، ولكن الرد سيكون بالملعب، وكما قال مدربنا السلامي في تصريح سابق: المجد ينتزع ولا يلقى. احنا جاهزين لمباراة الغد ان شاء الله، وعدنا القدرة وعدنا الايمان، وان شاء الله بكره نحكي بعد المباراة ان شاء الله. يهضروا ويكثروا الحس ومستفزين، يلعب لك على المورال. على بالك الجزائر سوف نفوز على شوف، لكم باغيين ننساو ليكيب ناسيونال، لكم باغيين ننساو واش صرا مع الارجنتين وهذيك المهزله اللي درتوها، وباغيين الشعب تاعك يفرح، تحكم هذو تعطيهم فوق 3 تحت 3. حنا خاسرين، هذو مين خاطيهم بالو. كاين اللي فيهم بناتري، كاين اللي فيهم جاي من الشونطي، صباح خدام شونطي حشيه جاي يلعب، لا علاقه مساكين، ما يعرفوش حاجه اسمها بالو، ما كان لا حراره لا يلعبوا صباط لا والو، تحكموا تدخلوا على الارض. لاخاطش هذو انا كي راني جاي لاكوب ديما مش داير لهم حساب. هذا صاي هذو نشوف فيهم 3 بوان، راني نشوف فيهم ربحهم بسكور، لا علاقه. انا ماشي كونتر هذا تخسر. شوف اقسم غير كيما قال لكم زكرينيو نحبسوا البالو صاي، ما نزيدوش الناحيه ذا تريكو، ما نزيدش نلبسوا صاي. اما لا هذو نحكموهم ندخلوهم على الارض. شوف ما نحوش نفهم، لازم الصقله الكف ملي ندخلوا حنا نضربوا فيهم وحنا نضربوا فيهم وحنا نضربوا. كل كلمه قالوها لازم يخرجوا يعتذروا عليها ويستعرفوا باللي حنا المنتخب قوي وحنا نحكموهم ندخلوهم على الارض نشلقوهم ما يفهموا والو معنا. هذه هي اللي باغي نشوفها. ورسميا ماهوش وقتها، عمورة تبليسو ما غاديش يلعب الماتش تاع الاردن، وشكوك حول مشاركته في الماتش تاع النمسا. ماهوش وقتها والله، ما هو وقتها. سي فري ملي ماتش تولا راك تعيق وكاع، بصح عمورة خاوتنا يجري في الصطاد، يحط كلاويه السيد قلبه حطه في الصطاد، ما نكذبوش. هذه نعترفوا بها خاوت والله ما وقتها عمورة. معليش انا المهم الله يسهل. انا عندكم 2 ماتش، انا نكون سيبوا الله يسهل. ما كاش هذيك نربح الاردن والنيه اللي مع تربح لي ماتش للزوج كاليفي ومن بعد فيها خير كما يقول. بصح الا رحتوا مير تروازيام عندنا شكوك باش نقبضوا كندا وكندا نرتخوا على الارض. هذه هي رسالة للصحافة الأردنية: الشعب الأردني والشعب الجزائري مسلمون وإخوة ويحبون بعض. كرويا سأتكلم معكم عربية فصحى تفهمونني. مقارنة اللاعبين الأردنيين باللاعبين الجزائريين مقارنة درجة ثالثة بدرجة A++. للأسف واقع جزائري بحت، لاعب مثل يزن بلاعب مثل رياض محرز الذي أخذ نادي في الدرجة الثانية وأخذ به البريمير ليج، ويزن التعماري هو وصديقه أخذوا كيلو منسف وأكلوه في الخليج. ما في كاش مقارنة خو. أردن حلوة سياحة أكل كرويا. كلام قوي جدا من وسائل الاعلام الاردنيه على المنتخب الوطني الجزائري قبل المباراه القادمه برسم الجوله الثانيه من كاس العالم. وش قالوا على ليكيب ناسيونال، وش قالوا على طريقه اللعب، وش قالوا على نقاط قوه المنتخب الوطني الجزائري في الاستوديوهات تاعهم وسائل الاعلام الاردنيه. دوك نسمعوا التصريح الاول هذا للمحلل الاردني، قال لهم انه المنتخب الجزائري منتخب قوي، قال لهم عنده امكانيات كبيره وكاينه حاجه تميزهم على المنتخب النمساوي. دوك نسمعوا له كيف. قولوا لنا رايكم في التعليقات بطبيعه الحال. يا كابتن مهند لازم نطلع على الخصم، يعني احنا نلعب مباراه تختلف عن النمسا بشكل تام. يعني عندك منتخب قال لك راح نلعب مباراه تختلف على مباراه النمسا بشكل كامل، قال لك ماشي كيف بيلعب طريقه مختلفه باسلوب مختلف عن منتخب النمسا. يعني قال لك طريقه على المنتخب الجزائري مختلفه، قال لك ماشي كيف النمسا والجزائر. النمسا كان يلعب ضغط عالي، ضغط مضاد، كان يلعب من العمق اكثر. هذا بيختلف اختلاف كامل عن منتخب النمسا. فريق بيلعب استحواذ،
بيلعب على الاطراف، قوته بالاطراف ولاعبين الوسط خصوصا، فكان لاعبين الوسط راهو يقصد مازا وراهو يقصد الشايبي، وقال لك يركزوا بزاف على الاطراف، ويهضر على ليكيب ناسيونال تاع الجزائر قال لك يلعبوا بزاف على لي كوتي، الكوتي دروا كوتي غوش. قال لك النمسا لا، قال لك النمسا يضغطوا ضغط عالي ويروحوا في المرتدات السريعه، وقال لك يركزوا بزاف على واش؟ على الوسط. قال لك كاين اختلاف حسب المحلل هذا الاردني بين هاد الزوج منتخبات. انه في المباراه هاي نرفع البلوك شوي. هنا عطى نصيحه للمدرب تاعو على المباراه تاع الجزائر، قال لك لازم في هذه المباراه تاع الجزائر البلوك تاعنا يطلع، قال لك ما لازمش نقعدوا لتحت يضغطوا علينا ويخنقونا في المنطقه تاعنا، قال لك البلوك تاعنا لازم يطلع في هذه المباراه. لوسط الملعب نقدر نستخلص الكره بوسط الملعب ونروح على الهجمات المرتده. سمعوا مليحه؟ اسرع. عم تحكي عن النمسا ولا الجزائر؟ الجزائر. حكيت عن النمسا، حكيت عن الجزائر. الجزائر بيختلف عن الجزائر. نوعيه اللاعبين مهاريين سريعين، شفناهم قلنا قبل بالحلقه السابقه انه لعبوا مع منتخب كبير زي منتخب هولندا. قال لك مهاريين وسريعين. شوف المهاره الجزائريه عندنا لي جوار بيتريد، انا هذه هي الحاجه فريمون التي حزت في نفسي. عندنا لي كاباسيتي، عندنا لي جوار بيتريد كاليتي، عندنا لي جوار مميزين فنيا وفرديا، تخصهم برك هذيك الطريقه الانسب والخطه الانسب والتحفيز هذاك المليح باش يديروا كرون ماتش. هذا واش كان خاص عندنا. شوف لو كان ما عندناش لي جوار على بالي باللي نورمال عادي، عندنا لي جوار، عندنا المشكل بصح كاين دي جوار محقورين، كاين دي جوار ما راهمش يلعبوا، كاين دي جوار ما راهمش في بلاصتهم اصلا، كاين دي جوار ما يوالمهمش السيستم اللي راهو يلعب به المدرب. كيفاش تفسروا زوج مباريات رسميه مع نيجيريا في جونفي ومع الارجنتين في جوان ولا تسديده في المرمى؟ في المرمى ماشي ولا تسديده، ولا تسديده في المرمى. حتى المباراه تاع الأوروغواي اللي لعبناها الوديه ولا تسديده في الاطار، جات واحده تعور ضربها راحت للسما. معناتها كاينه حاجه، كاين خلل ما، باسكو لي جوار عندنا الشباب، لي جوار بيتريد كاليتي